صباح الفل عليكم. المرة اللي فاتت يمكن اتكلمنا ان في 3 انواع موجودين في سوق العمل: الموظف معاه فلوس بس ما عندهوش فكرة، وصاحب العمل او اللي عنده اوريدي مشروع. النهاردة هنتكلم على الموظف. كل الناس عايزة تزود دخلها، ظروف اقتصادية طاحنة. اول حاجة تقدر تعملها ان انت تشتغل فريلانسر في شغلانتك اللي انت بتشتغلها دلوقتي، اللي بتعرف تعملها وتتكسب منها دخل اضافي. ازاي؟ عندك مواقع كتير وتقدر تقدم فيها بمنتهى السهولة، وتبني السي في بتاعك فيها وتقول انت بتقدم ايه وتسعر خدمتك ازاي، زي ابورك، زي فريلانسر، ورك ات هير. عندك مواقع كتير جدا هتقدر ان انت تقدر تابلاي وتقدر تقدم فيها. قبل ما تسعر خش سيرش، شوف الناس بتسعر ازاي اللي بيدوا نفس السيرفيس بتاعتك، وابتدي ابني بنفسك سي في فيها وقدم. هل ده كفايه؟ لا. اول ما تتكسب شويه فلوس، خد الفلوس دي وابتدي علم نفسك وتعمق في الشغلانه بتاعتك، وخد مهارات اكتر ونولج اكتر عشان يدفع لك فيها فلوس اكتر. هتكتشف ان انا في الاخر شغلانتي دلوقتي او شغلانه الفريلانسر هيدفع لي فيها فلوس اكتر. ناس بتقولي بس انا عايزه اعمل شيفت كارير. حلو، وعايزه اخش كارير تاني. حلو، هل ستتقبل ان انت تنزل من المرتب بتاعك والبوزيشن بتاعك وتبتدي زي اي حد فريش؟ دي الاجري تروس، دي الحقيقه اللي موجوده في سوق العمل. هل هتستحمل ده لمده 2 أو 3 عشان تعرف ترجع تاني للدخل اللي كنت بدخله تاخده؟ ده سؤال في حد ذاته. عشان كده ما بنصحش لحد يعمل شيفت كارير وهو مش قادر يتحمل ألم ان مرتبه ينزل. طب اعمل ايه؟ ونفسي اتعلم حاجة تانية. حلو، الفلوس اللي تتكسبها من الفريلانسر اصرف بيها على الحاجة اللي عايز تشتغل فيها وتعمل شيفت كارير. اتعلم فيها كويس، ساعتها لما هتقدم نفسك في سوق العمل هتاخد فيها مرتب كويس. ما تعملش شيفت كارير وانت لسه ما عندكش نو هاو في الشغلانه دي. حلو الكلام ده كله. خلي بالك ان شغلانه الفريلانسر دلوقتي من اكتر الشغلانات اللي بيحصل فيها جروس وورلد وايد، والكورونا زي ما كان ليها مساوئ زي ما كان ليها مميزات، ورفعت شغل الفريلانسر كتير. هتستغربوا جدا لما اقول لكم ان امريكا واندونيسيا والهند والصين بيقدموا عدد كتير جدا من الدخل بيخش لهم عن طريق تقديم خدمات الفريلانسر لناس عايشه جوه امريكا، فنقدر نتكسب منها بشكل كويس. اكتر 20 سكيلز كانوا متميزين وزاد الطلب عليهم في الكوارتر الثالث 2022، في منهم 12 ليها علاقه بالتكنولوجي وبالاي تي. طب احنا كلنا مش بتوع تكنولوجي واي تي، بس في 8 منهم ما لهمش علاقه بالتكنولوجي والاي تي. ليهم علاقه بالكونتنت كرييتور والجزء بتاع الميديا باينج والجزء بتاع الجرافيك ديزاين والجزء بتاع الارت دايركتور. بس فيهم واحده مهمه جدا وحصل فيها نمو بشكل كبير، وهي الداتا اناليسيس. كل واحد في شغلانتنا سواء بيشتغل حسابات، مخازن، مشتريات، اتش ار، كول سنتر، تحت ايدك داتا. لو عرفت تعمل لها اناليسيس وتبريزنت في المكان اللي انت فيه بشكل مختلف، او تقدم الخدمه دي كفريلانسر بشكل مختلف، صدقني هتاخد انكم بشكل مختلف. صباحكم زي الفل، وزود دخلك وصنع في مصر.